السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. لما كنت بشوفها بتتباع في السوبر ماركت، يعني الباكت اللي هو السمبوسه اشوفه بيتباع بس في السوبر ماركت، كنت بقول ازاي اعرف اعملها؟ يعني كنت فاكره ان هي تقيله وعمايلها تقيله ومش هعرف اعملها. بس لما شفتها وشفت طريقتها من اول مره عملتها وطلعت من اول مره ناجحه، وطلعت سهله وبسيطه. والاول كنت بدفع فيها فلوس كتير، ودلوقتي الباكت ب100 جنيه. يعني دلوقتي سعر الباكت ب100 جنيه. طب ما انت بنص كيلو دقيق هتعملي كمية كتيرة وهتوفري وهتعمليها واحلى من الجاهز. يعني ايه؟ يعني ايش احلى من الجاهز؟ يعني هي في السوبر ماركت بتبقى معمولة بقالها فترة، يعني عمرها ما بتبقى معمولة دلوقتي او الشهر ده، ما بتبقاش طازة زي اللي انت بتعمليها في البيت. عشان كده بقول اللي انت بتعمليها في البيت احلى واوفر من الجاهز. اوفر، ما بتدفعيش فيها فلوس كتير، واحلى واحلى لانك عاملاها بايديكي وعاملاها وعارفة صلاحيتها ان انت عاملاها في الوقت ده. انما اللي بره بتبقى ممكن بقالها شهر، 2 3 سنة، الله اعلم بقالها قد ايه. يعني اللي انت هتعمليه في البيت انضف واحلى واوفر بكتير. يلا بينا بقى نسمي ونصلي على رسول عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف وصفتنا الخطيرة عملناها ازاي. السمبوسة المورقة المقرمشة. فضلا وليس امرا، اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل وصفة جديدة. بسم الله، يلا نبدأ وصفتنا. كل سنة وانتم طيبين. معايا نص كيلو دقيق، نص كيلو دقيق طبعا منخول. ومعايا هنا معلقتين زيت كبار، ومعايا نص معلقة ملح. طبعا لو حابة تكتري الكمية زي ما انت حابة، لو حابة تقللي الكمية برضو زي ما انت حابة. انا النص كيلو ده هيعمل معايا مرتين، يعني اعملهم على مرتين. هنا بقى حطيت كوباية دقيق، كوباية مية، معلش، هنا حطيت كوباية مية من الحنفية، كوباية مية. ومعايا ربع كوباية احطها يعني ايه تدريجيا. تمام كده. هنا بقى بحط كوبايه ميه عشان مش كل دقيق زي بعض، زي ما قلت لك في كذا فيديو. وبالذات عجينه السمبوسه كمان مش زي الفطير ولا المعجنات التانية. عجينه السمبوسه لازم تبقى ايه، ناشفه معاك شويه، مش ناشفه. الدقيق باين فيها، لا، تكون معجونه بس، يعني ايه معجونه بس في نفس الوقت ايه، يابسه. تكون عجينتها يعني قاسيه شويه، ما تكونش طريه، عشان لو كانت طريه هتتقطع معاك ومش هتعرف تفرديها. ولازم تعجنها كويس، اقل حاجه 10 دقايق. يبقى لازم تعجنها كويس زي ما انت شايفه كده، 10 دقايق. طبعا انا حطيت كوبايه ميه، والربع كوبايه احطها تدريجيا، يعني المقدار كله خد مني كوبايه وربع. انت ممكن ياخد منك كوبايه، ممكن ياخد منك كوبايه وربع، زي ما انا حطيت كده على حسب الدقيق. وهنا زي ما بقولك، طبعا احنا عملنا السموسه برضو في فيديو قبل كده، عملناها عجينه وحشيناها مع بعض. المره دي طبعا انا مش محتاجه الحشوه النهارده، يعني عندي وصفه تانية هعملها كده بس مش هصورها، يعني اكل وكده. فانا ما مش هحشيها معاكم، يعني ايه، هعجنها بس وهفردها معاكم وهتشوفوا العجينه والفرد بس. يعني هعجنها وهفردها واحطها ان شاء الله في انفرزها في الفريزر برضو مع بعض. ويعني مش هلفها النهارده ولا اقليها ولا احشيها. طبعا زي ما بقول لكم عملناها قبل كده وشفتوا طريقه اللفه وطريقه، يعني طريقه الحشوه وطريقه اللف وكده. طبعا معروف ان هي السمبوسه طريقه سهله وبسيطه، زي ما بقول لكم في اول الفيديو. انا لما كنت بجيبها او كنت بشوفها الاول كنت بقول ازاي دي بتتعمل. كنت فاكره ان طريقتها صعب. فعلا لما شفتها من اول مره عملتها كانت طريقتها سهله وبسيطه، وبشويه دقيق وشويه ميه تعملي احلى سمبوسه، وتوفري بقى فلوسك في جيبك، توفريها تشتري بها اي حاجه تاني ما تقدريش تعمليها. هنا بقى زي ما انتوا شايفين عينت العجينه من البوله خالص، وحطيتها على الرخامه زي ما انتوا شايفين كده على المفرش السيليكون. ولازم تخدميها كويس وتعجنيها كويس عشان العجينه تكون لينه معاكي، ما تكونش يعني ايه، ما تكونش ناشفه قوي عشان ما تتقطعش برضو معاك. يبقى ولا طريه ولا ناشفه، تكون العجينه مخدومه كويسه، وتكون متماسكه كده ومظبوطه، ولا طريه ولا ناشفه. يبقى لازم زي ما قلت لك تعجني العجينه كويس. طبعا لو عايزه العجينه تتعجن معاكي كويس بسرعه، يعني ما تاخدش وقت معاكي، اعجنيها شويه وبعد كده غطيها بفوطه ترتاح شويه لمده 5 دقايق كده. وبعد كده ارجعي لها تاني هتلاقيها
بقت يعني عجينة لينة معاكي كويسة. هنا بقى بنلفها رول عشان اقطعها كويرات الحجم اللي انا عايزاه. يعني بتلفيها رول كده. طبعا انا لفتها، يعني قطعتها 2 عشان كانت لسه مش مستريحة شوية. قطعتها 2 يعني قطعتين، ولفلتها يعني رول 2 يعني. هنا زي ما انتوا شايفين بقطع تقطعي الكور على، يعني ايه، تقطعي الكور على قد، يعني كل كورة قد بعضيها، ما تبقاش واحدة صغيرة واحدة كبيرة. طبعا قطعتهم 13، قطعتهم 13 قطعة، قطعتهم 13 قطعة. ما تقلليش عن كده وما تكتريش عن كده، عشان القطع تبقى ما تبقاش رقيقة. يعني لو انتي مثلا عملتيهم 15 هتبقى القطع صغيرة وهتبقى رقيقة، وهتبقى رقيقة معاك، مش هتعرفي تفصليهم عن بعض. يعني هي هما نص كيلو 13 قطعة كده يبقى حلو مظبوطين. طبعا انا عملتهم على مرتين، يعني ال13 عملتهم على مرتين، مرة 7، مرة 7 طبقات فوق بعض، ومرة 6 طبقات فوق بعض. هنا بقى بنلفها كورة كده مدورة عشان تبقى مدورة معاكي. وطبعا انا هعملها يعني ايه، هعمل الطبقة مدورة، ما اعملهاش مستطيل، عشان انا هعملها يعني ايه، مش هعملها على صاج مثلا طويل، لا، انا هعملها مدورة المرة دي. وانتي زي ما انتي حابة تعمليها مستطيلة، يبقى هتعوز حاجة مستطيلة، عشان تطيبيها عليها. لو عملتيها مدورة هتعوز مثلا صاج مدور او صينية مدورة، صينية مثلا تيفال مدورة عشان تعمليها عليها. يعني على قد مثلا الحجم اللي انت هتعملها مثلا مدورة، هتعملها مستطيلة، هتسويها على الحاجة نفس تدويرة الحاجة اللي انت عاملاها. هنا بقى هنعمل كل الكمية، وبعد كده هنحطها ترتاح شوية، لازم ترتاح عشان تتفرد معاكي بكل سهولة. هنا بقى رشيت رشة دقيق، وحطيت كل الكور، وهنغطيها كده بفوطة عشان ترتاح وتتفرد معاكي. هنا بقى الحاجات اللي انا هفرد عليها، معايا نشا ومعايا دقيق. يبقى معايا زيت الاول. طبعا كتري، ما تستخسريش، كتري شويه الزيت كده، عشان اهم حاجه الزيت، عشان الزيت اللي هيفصل الطبقات عن بعض. عشان لو حاطه زيت قليل الطبقات هتلزق في بعض ومش هتعرف تفصليهم. يبقى هنا شويه زيت، يعني ايه، قد نص كوبايه زيت كبيره كده. ومعايا هنا نشا ومعايا دقيق. طبعا النشا والدقيق زي بعض، بس انا بفضل النشا، بتدي قرمشه كده وبتبقى حلوه. يعني بتدي قرمشه كده للسمبوسه، وتبقى السمبوسه خفيفه معاكي كده ومقرمشه. بس هما الاتنين برضو زي بعض، بس طالما اللي موجود، يعني موجود الاتنين، افضل ارجح النشا. هنا بقى باخد الكوره وابططها تبطيطه كده بايديا، وبعد كده بفرد بنشابه، بفردها، ما يعني ايه، ما تفردهاش قوي، هتفرديها السمك اللي انت هتشوفيه ده، وتفردي كل الكور نفس الحجم. يعني ايه، ما تفرديش واحده صغيره واحده كبيره، لا، هتفردي واحده، يبقى هتفردي كله زي بعض نفس الحجم. هنا زي ما انتوا شايفين، من جوه، خد من جوه على بره، من جوه على بره، عشان الحروف ما تبقاش تخين. خلي السمك كله يبقى زي بعض. هنا بقى هجيب صينيه واحط فيها شويه دقيق او شويه نشا في القعر، عشان في الارضيه، عشان ما تلزقش معاك. وبعد كده هنحط الطبقه، وندهنها زيت ونشا، ندهنها زيت ونشا، عشان لما تحطي الطبقه التانية تعرفي تفصليها، لما تستوي تعرفي تفصليها عن الطبقه التانية. طريقتها سهله وبسيطه، مش هتاخد من واقفه في المطبخ يعني 5 دقايق هتبقى عامله عجينه السمبوسه. ولا تروحي بقى السوبر ماركت، ولا تروحي المحلات تجيبيها. طبعا معروف ان الاسعار غاليه غاليه نار، هتروحي تشتريها بالشيء الفلاني، تكون مخزونة، تكون صلاحيتها منتهية،
لا، اعمليها في البيت، كل حاجة عندك في البيت، دي شوية دقيق وشوية مية هتعملي احلى سمبوسة تفرحي بيها ولادك، تبقى محطوطة كده على السفرة في رمضان، تعملي جنبيها كاتشب كده وتبقى جميلة مقرمشة وجميلة. هنا بقى زي ما انت شايفة عملت طبقتين، عملت وحدتين، يعني فردت وحدتين زي ما انت شايفين، شايفين السمك الاتنين قد بعض. هنا بقى زي ما بقولك ما تستخسريش، يعني ايه، كتري الزيت شوية عشان الزيت هو اللي بيورقها كده وبيخليها سمكها طري كده وبتبقى طرية كده ما تبقاش ناشفة، وكمان عشان تعرفي تفصليها عن التانية. هنا بقى بندهن طبقة زيت والطبقة التانية بنرش نشا، رشة نشا كده خفيفة، وبعد كده هنحط القطعة التانية، هنحط الواحدة التانية زي ما انتوا شايفين كده، وهنخلص بقى كل الكمية. يبقى زي ما قلت لكم انا قسمتها على نصين، قسمت طبعا انا كنت عاملة رولين، رول عمل 7 والرول التاني عمل 6، وعملتها على مرتين عشان لو حطيت الكمية كلها على مرة واحدة هتبقى، لو حطيت الطبقات كلها فوق بعض لما اجي افردها هحس ان هي الطبقات بتاعتها تخينة، فافردها هتبقى الطبقات رقيقة خالص، مش عارفة افصلها من بعضيها. انما لما تخليهم كده مرتين هتعرفي سمك الطبقات، ان هي تخليها زي تطلع زي الجاهزة بالظبط واحلى. هنا بقى بفرد واحدة تاني عشان اوريكم. طبعا العجينة مرتاحة معايا، بتتفرد بكل سهولة، مش محتاجة اي حاجة. طبعا الحشوات بقى تحشيها بقى مثلا ممكن تحشيها جبنة ويعني خضار، ممكن تحشيها مثلا لحمة مفرومة اللي احنا كنا عاملينها تعصجيها، او تحشيها جبن، اي حاجة اللي موجودة عندك هتحشيها، طالما العجينة كويسة ومقرمشة وخفيفة كده وجميلة هتحشيها. طبعا العجينة دي كويسة وهتبقى مقرمشة وجميلة، مش هتشرب معاكي زيت، وهتبقى مقرمشة وجميلة. طبعا هنفرد الكمية كلها وبعد كده برضو هنريحها شوية، يبقى اهم حاجة عشان تتفرد معاكي بكل سهولة ان انتي تريحيها برضو، يعني ايه، تخلي العجينة ترتاح معاكي، يعني في كل مرحلة بنريحها. هنا بقى هنغطيها، لازم تغطيها بفوطة او اي حاجة عشان وشها ما ينشفش او يقشف. طبعا انا مش بحط، يعني مش برش اي حاجة، يعني لو رشيت حاجة بسيطة العجينة طرية وجميلة، وفي نفس الوقت مش ناشفة، وفي نفس الوقت مش طرية اللي هي بتلزق، لا هي مظبوطة لانها مخدومة كويس ومعجونة كويس، فهي العجينة طرية كده وجميلة معايا، بتمشي بسرعة، يعني ايه، بتتفرد معايا بسرعة. هنا زي ما انتوا شايفين تدويرة طبعا العجينة ان هي مكورة من الاول مظبوط، فان هي بتديكي دايرة مظبوط، ما بتبقاش معوجة من الجنب ده ولا من الجنب ده، فهي بتطلع معاكي مظبوط، يعني ايه، بتطلع معاكي مظبوطة ان شاء الله. لو لسه بقى بتتفرجي عليا لحد دلوقتي، لايك كده واشتراك من ايديك الحلوين، ان شاء الله ان شاء الله. لو لسه اول مرة يعني لو اول مرة تعملي السمبوسة او بتتفرجي عليها ولسه ما عملتيهاش، ان شاء الله بعد الفيديو ده هتعتمديها على طول، وهتعتمديها على طول، ومش هتشتريها من بره تاني، وهتعمليها ان شاء الله وهتدعيلي. هنا بقى خلصت كل كمية زي ما انتوا شايفين، هنغطيها بقى فوطة. طبعا كل طبقة بنحط زيت ونشا، الطبقات اللي هي فوق اخر طبقة اللي هي بتبقى فوق على الوش دي ما بنحطلهاش ولا زيت ولا نشا، ممكن تدهنيها نشا بسيطة بس ما بتحطلهاش زيت. تمام كده، هنخليها بقى ترتاح شوي وبعد كده هنفردها. يبقى هنا هناخد اللي هي ارتاحت شوية، اللي هي الاولانية، هنفردها، ما تفرديهاش سمك رقيق. هنا بقى اول حاجة بنضغط عليها بكف ايدينا كده من النص لبره، من جوه لبره، عشان اظبط الطبقات، عشان بتبقى مثلا مهما يكون برضو بتبقى طبقة مثلا ما يعني ايديكي مش ميزان، بتبقى مثلا طبقة صغيرة طبقة كبيرة شوي، فانت كده بالخطوة اللي انت بتعمليها دي او المرحلة اللي انت بتعمليها دي بتخلي الطبقات توصل لبعضيها، بتخلي الطبقات تبقى قد بعضيها. يعني ايه، ما تشغليش النشابة الاول، لا،
بحطي رشه نشا كده زي ما انت شايفه كده، وبكف ايدك تاخدي من جوه لبره من جوه لبره، عشان تخلي الطبقات كلها سمك واحد وقد بعضيها. وبعد كده بتستعملي النشابه. هي طبعا زي ما بقولك العجينه عجينه ملبن، العجينه كويسه، لا هي قاسيه ولا هي طريه، هي مظبوطه. يعني كوبايه الميه والكوبايه وربع خلى العجينه طريه كده وجميله ومش ناشفه، لين يعني هي جميله مظبوطه. اهم حاجه العجين، لو طرطيها هتشرب منك نشا كتير وهتلزق وهتبقى ناشفه. يعني كل ما تحط لها نشا كتير هتنشفيها. انما لو العجينه مظبوطه معاكي مش هتاخد منك كميه نشا، وهتبقى مظبوطه معاكي، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود. يعني زي ما انتم شايفين السمك بقى، خلي السمك بتاعها مظبوط. احنا هنا هنعملها مدوره زي ما قلت. هنا زي ما انتم شايفين بنفرد كويس، ما تخليش النص تخين والحروف رقيقه، وما تخليش الحروف تخينه والنص رقيق، عشان تعرف تفصل الطبقات عن بعض. خلي السمك بتاعها مظبوط، ولا هي تخينه قوي ولا هي رقيقه، يعني ما تخليهاش زي الجلاش كده، زي ورقه الجلاش او ورقه البقلاوه، لا. خلي السمك بتاعها يكون تخين شويه. تمام كده. طبعا ورقه السمبوسه بتبقى تخينه شويه، ما بتبقى زي ورقه البقلاوه ولا ورقه الجلاش، سمكها بيبقى تخين شويه عشان تعرفي تفصلي الطبقات عن بعضيها. عشان لو كانت رقيقه الطبقه هتلزق في التانية ومش هتعرفي تفصليها، لان هي اصلا سمكها رقيق. هنا بقى بنعملها مدوره، يبقى زي ما قلتلك تعمليها مدوره على حسب الحاجه اللي انت هتسوي فيها. يعني انت هتسوي في حاجه مستطيله اعمليها مستطيل، هتسوي في حاجه مدوره اعمليها مدوره. يبقى دي يتوقف على الحاجه اللي انت هتسوي فيها. ما تحطيش يعني ايه، ما ترشيش دقيق كتير او نشا كتير، عشان شايفين السمك، ما تحطيش نشا كتير عشان ما تنشفش معاكي. يعني ايه، طالما العجينه بتتفرد من غير اي حاجه فهي رشه بسيطه بس. يعني ايه رشه بسيطه بس، عشان النشابه ان هي خشبه ما تلزقش فيها. هنا بقى معايا زي ما انتم شايفين كده طاسه تيفال، دي طاسه تيفال محطوطه على النار. هنا بقى النار تكون هاديه وتقلبي بسرعه. يعني ايه، مجرد ما تشمع بس كده تقلبي وتقلبي. والحروف طبعا هنحط الحرف الصينيه، يعني ايه حرف الصينيه كده هنحطها على حرف العين. يعني طبعا بعد ما تستوي من النص هنجيب حرف الصينيه بالعجين هنحطها على حرف البوتاجاز، على حرف عين البوتاجاز، بحيث ان الحروف دي كلها تستوي. تمام كده. معلش بقى لو الكاميرا جايبه الحيطان بتاعه المطبخ، طبعا بقالي اسبوع كده ما غسلتش، فانا قلت ايه ان شاء الله قبل رمضان بحاجه بسيطه كده بيومين هننضف بقى وايه، وننضف البيت كله. معلش لو الكاميرا جايبه الحيطه بتاع المطبخ. طبعا انا ايدي فيها على طول، بس انت طبعا عارفين بقى ان وصفات كل يوم، يعني ايه وصفات كل يوم كده، بالذات المطبخ ده في البيت بيبقى ايه محتاج التوضيب كل يوم. بس انا اخرته كده اسبوع، قلت ان شاء الله هعمله مع يعني ايه توضيب الشقه وكده، فان شاء الله هنضفه كده قبل رمضان بيومين. كل سنه وانتم طيبين. هنا بقى زي ما انتم شايفين ما تخليهاش تنشف معاك ولا تاخد لون ولا تتحرق، يبقى الحروف تستوي معاك. وتطلعيها على فوطه وهي سخنه كده، يعني تطلعيها على فوطه ومجرد ما تبرد شويه، يعني ايه تبقى لسه ما يعني لسه سخنه كده، مجرد ان انت تستحمليها وتقطعيها بسرعه عشان تعرفي تفصلي الطبقات. عشان لو بردت معاكي، يعني لو بردت معاكي مش هتعرفي تفصل الطبقات عن بعض. هنا بقى انا عملت القطعه الاولانيه، والتانية هعملها مع نفسي كده، وبعد كده ايه هنوري لكم كل الكميه. هنا زي ما انتم شايفين بقطع الاحرف. طبعا الاحرف دي انا ركنتها على جنب عشان احمصها للولاد كده واعملها لهم بسكر او اي حاجه، يعني مش هرميها، يعني مش هرمي اي حاجه. هنا بقطع، طبعا هي مدوره فانا بقطع الاحراف كلها، وبعد كده هعملها زي ما انتم شايفين كده، هعملها مربعات زي ما انتم شايفين كده. يبقى انا بقص الزوايد اللي هي الحروف اللي هي مش مظبطه، وبعد كده يعني مش هرميها، زي ما قلت لكم الحروف دي مش هرميها.
هنا بقى على قد حجم السمبوسة، عايزاها مثلا عريضة، عايزاها مثلا حجم السمبوسة صغيرة، زي ما انت عايزة. انا هنا بوريلكم الطبقات بس هظبطها، يعني ايه الحروف برضو اللي هي فوق دي هقصها واظبطها عشان تبقى زي الجاهزة بالظبط. شايفين يعني ايه؟ بتتفصل معايا بكل سهولة. يعني ايه الطبقات زي ما انتوا شايفين، لا هي تخينة ولا هي رقيقة ولا بتتقطع معايا. طبعا العجينة معجونة كويس، مخدومة كويس. لو العجينة مش مخدومة كويس كانت تتقطع معاكي، تبقى مفرولة كده. شايفين عجينة كويسة مشدودة وجميلة. يعني هي العجينة طرية وفي نفس الوقت زي اللي ليها مطة كده، ما بتتقطعش معاكي، لان العجينة زي ما قلت لك مخدومة كويس ومعجونة كويس. وكمان الزيت اللي انت بتحطيه ده هو اللي بيخليها تتفصل معاكي بسرعة. يعني زي ما قلت لك تكتري كمية الزيت. هنا بقى لازم في الخطوة دي خطوة مهمة، اول ما تنزل من على النار تغطيها بفوطة كده عشان ما تنشفش. وبعد كده مجرد ان انت تستحملي ان انت تمسكيها، يعني اول ما تحطيها على ايدك كده تستحملي تفصليها على طول عشان ما تنشفش منك، وعشان لو بردت الطبقات هتلزق في بعضيها مش هتعرف تفصليها. لازم وهي مثلا سخنة كده او دافية او تستحمليها. شايفين يعني انا بكرمش القطعة. لو هي عجنتها مش مظبوطة تتقطع او تفضل مكرمشة، لا بكرمشها، يعني بكرمشها وبتتفرد معايا تاني. والله يعني ايه الطريقة سهلة وبسيطة، ما خدتش معايا اي مجهود. يعني الوقت اللي انت هتنزلي تخرجي تلبسي وتخرجي وتروحي تجيبي السمبوسة فيه يكون انت عملتيها، هتوفري بقى وقت ومجهود وتوفري كمان فلوسك في جيبك. قومي بقى جربيها ان شاء الله، ان شاء الله هتبقى احلى سمبوسة من ايديك. يعني لو اول مرة تعمليها وخايفة تبوظ مثلا منك، اعملي كوباية دقيق، يعني كوباية دقيق وهتحط لها معلقة زيت وشوية مية وهتعملي احلى سمبوسة. هنا بقى اللي على الحروف دي بنقصها كويس. لو لقيتي بقى حرف مش مظبوط بنقصها بسكينة كده او بمقص وتظبطيها كده. يعني مش هترمي اي حاجة ان شاء الله، مش هنرمي اي حاجة، يعني حتى لو حرف صغير مش هنرميه. زي ما قلت لك الاحرف اللي هي على الحرف الصغيرة دي تحمصيها للولاد وتحط لهم عليها مثلا سكر كده وتعمليها بلبن، اللي هي تبقى زي بتاع ام علي مثلا كده. تعمليها اي حاجه الولاد يعني مش هتترمي ولا اي حاجه. هنا بقى خلصت القطعه اللي هي القطعه التانية، وهنا دي كل الكميه. شايفين بعد ما قصيتها وظبطتها كانك شارياها بالظبط. والله كانك شارياها بالظبط، ما تفرقش حاجه عن الجاهزه وعن اللي بتشتريها من بره. شايفين الطريان، شايفين الجمال، شايفين اللون. سمبوسه يا ولاد، والله يا حبايبي سمبوسه. والله انا مش بحلف يعني كده مبالغة ولا اي حاجة، ولا ان انا مثلا بزود في الفيديو او بجامل، لا فعلا والله الطريقة سهلة وبسيطة وتستحقي منك ان انت تجربيها. يعني مش هتخسري اي حاجة. طريقة العجن وطريقة اللف وطريقة الحشو طريقة سهلة وبسيطة. وزي ما قلت لك هتحشيها، ممكن تحشيها اي حاجة موجودة عندك في البيت، جبن، بطاطس، لحمة مفرومة، قطع بانيه صغيرة، اي حاجة اللي موجودة عندك هتحشيه. ومع شوية كاتشب كده مقرمشة وجميلة، والولاد هيحبوها وهياكلوها من ايديك على طول. طبعا السمبوسة دي بقى تبقى طبق جميل كده مشرف كده في العزومات. تعملي في العزومات، تعملي كده في اطباق رمضان كده. ممكن تعمليها على السحور، جنب السحور كده تحشيها جبنة وتحطي جنبها كاتشب على السحور. الله شايفين الطبقات كلها زي بعض، وحتى لو واحدة مقطوعة، يعني شايفين دي مقطوعة هنلفها برضو، يعني مش هنرميها، هلفها وهتبقى جميلة. مش هنرمي اي حاجة ولا نهدر اي حاجة. والله الطريقة سهلة وبسيطة. معلش لو طولت عليكم الفيديو، بس فعلا هي السمبوسة جميلة وخطيرة ومحتاجة ان انا اتكلم عليها كتير. يلا زي ما بقولك بقى قومي جربي الوصفة واعمليها بقى كده. طبعا رمضان ما يحلاش الا بالسمبوسة، طبق كده مهم كده على السفرة. بيشرفك ان شاء الله، هتعمليها وهتشرفك في العزومات، واحلى سمبوسة وبألف هنا وشفا. يلا قومي بقى جربيها لو كوباية دقيق وقولي لي رأيك، بالله عليكي تقولي لي رأيك.
تكتبي لي تعليق كده من ايديكم الحلوين. احلى متابعين واحلى متابعين الجمال. اعملي بقى لايك واشتراك لو عجبك الفيديو، بالله عليكي ما تبخليش عليا باللايك والاشتراك. وبألف هنا وشفا، ورمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله ان شاء الله انا متأكدة ان انت هتعمليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.